تعالوا بقى اخدكم النهارده اول يوم العيد عند ماما. هي اللي عملت لنا الفته، ربنا يديها الصحه. تعالوا بقى اوريكم هي عملته ازاي، والتكات اللي هي عارفاها من زمان. دي معلقه سمنه. هنعمل الرز الاول. هننزل بقى بالرز. نحط بقى عليه الملح. نديله تقليبه كده. هنسقيه بقى الرز بتاع الفتة، هنسقيه في الشوربة بتاعت اللحمة، بتبقى بيديله طعم حلو قوي. هنقلبه بقى ونسيبه بقى لحد ما يتشرب ونوطي عليه. ودي اللحمة اهي اتسلقت. هنا الرز اهو، بسم الله ما شاء الله، بعد بقى استوى جميل ومفلفل. نعمل بقى الصلصة، معلقة سمنة وننزل بالثوم. هنقلب بقى في الثوم لحد ايه ما يدينا لون ذهبي كده. شوية بقى كزبرة. ننزل بعد كده بالخل. دي صلصة مضروبة في الخلاط. شوية ملح. ورشة سكر. فلفل. كمون. شوية كمون. لأنه دي لسه بتتكون يعني ماما بقى سقت الصلصة شوية شوربة. هنا بقى شوية من الصلصة ماما حطيت عليهم فلفل حسب ما فيش أحسن منها عشان تدهن بيهم اللحمة. هتسويها بشوية الصلصة دي، هتحمرها يعني. دي موزاية ماما دهنتها بقى زي ما انتوا شايفين بس، وحطها تحت الشواية. هتديها بس ايه صدمة على النار كده، وبعدين تدخلها على الشواية. وكده نحمر بقى اللحمة. هوبا الشربة. بصوا بقى اللون جميل ازاي. حمرنا شوية وسيبنا شوية، يمكن نحب ان هي تتحمر فيه.
دي حتتين موزة بعد ما دي طلعت من كان الفرن. دوس مش لا عشان اشوف نعم. كانت الله يرحمها كانت بتعمل بقى بكرهات كده كراوية، أي حاجة من الحاجات دي كانت تيجي مشوحة مكان ما هي محمرة ونستنى البلد، تيجي محمرة الحاجة الأول وبعدين تيجي إيه حاطة البتاع كده العيش. هما بقى كانوا بيعملوا عيش كده، كان عيش جميل، كانت شوحة كده. دي صغيرة على فكرة، دي صغيرة ممكن أنقلها هنا عشان بس أنا مش هتخلي كتير في عيني، ممكن تبقى صغيرة هنا كده. الله عليك. ريحة جميلة. تسلم أمي ايدك. بقى الله يرحمها الله يرحمها، كانت كانت ست طيبة. كانت بتقول لي بقى دي كان يقول عليها تسقية، مش زينا دلوقتي بيقولوا فتة، بس تهيألي على ما أتذكر ما كانوش بيحطوا الخل. بتتكسر من عندك انت؟ خل ما كانوش بيحطوا خل بتهيألي، يعني كانت بتعملها والله بس كانت بتبقى جميلة أوي، كانت جميلة جميلة يعني لها طعم كده. الله يرحمها ويرجع مصر الجنة. كان عليهم بقى ريحة في الأكل. أمي الله يرحمها كانت ست طيبة وست كريمة. ربنا يرحمها ويرحم جدي ويرحم أبوكي كده الله ويرحمك. بس كفاية كده طيب. يعني عشان ريحة جميلة جميلة. تعالوا اتفضلوا معانا. اتفضلي اتفضلي يا مرحبا. ناقصاكم والله يا متابعيني الحلوين. طبعا يا حلوين طبعا عشان هي دعموها، عشان هي لسه جابها. كل سنة وانتم طيبين ويعطي عليكم خير يا رب، ويصلح حال الجميع ويوسع على الناس كلها يا رب، ودعموها بقى عشان هي لسه بادئة في القناة يعني. كده كده الرز بيتقطع. نحط صلصة ولا نحط الرز؟ لا حطي الصلصة. رز، مش لازم صلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كفاية كده. كفاية. هات الصينية التانية. صدقني انت حط الرز على عايزة اجيب العيش الشامي. ممكن انت تحط بايد وتزودي معلقة قبل السيرفيس بتاع العيش الشامي. وكده عشان اللي هيعوز اصلا هيحط قدامي. كفاية كده. عشان التوم يعني ما يبقاش كتير، عشان اللي بيتعب من التوم من كده يعني. ماشي يلا حط على الزيت. حطها كده كده. حلوة كده. اللهم صل على سيدنا محمد. هات
احط اللحمة عليه. ماشي. طب طيب خلاص سيبي واحدة كده واحدة كده. طب كده بس كفاية عشان المعمس نحط. بصوا بقى هنا بعد ما خلصنا وحطينا الأكل، ما شاء الله والله الأكل كان طعمه جميل. وادعوا لماما بقى كده ربنا يديها الصحة ويبارك لنا في عمرها ويشفيها ويحفظ أمهاتنا جميعا يا رب. وده بقى كان سيرفيس كده بالعيش الشامي للي مش بيحب العيش البلدي. وحمرنا شوية لحمة ودي الشوربة، وسيبنا شوية لحمة برضو ايه مع الشوربة كده اللي بيحب ده او ده، ومخلل. وكل سنة وانتم طيبين وفي الفرح متجمعين يا رب، ويعود علينا الأيام بخير، وربنا يحقق لكل واحد ما يتمنى إن شاء الله. وما تنسوش تدعموني لايك وشير واشتراك، وربنا يخليكم ليا. وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير.